ازيك يا عضلات؟ فيديو جديد. كنت انا جربت لكم قبل كده فطار من نابولي كافيه وكان عجبني يعني الفطار بتاعهم، فقلت اجرب بقى المره دي ايه وجبات غدا من اللي هي الاطباق الرئيسيه يعني وكده. بس المره دي يا جماعه حصل معايا موقف انا عايز اقول لكم طول حياتي كلها. شوف انا طلبته من مطاعم قد ايه، عمر الموقف ده ما حصل معايا. هحكيه لكم اثناء الفيديو. قبل ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك. اول وجبه يا جماعه هنجربها النهارده طبعا دي شويه معالق وشوك وحاجات كده زي ما انتم عارفين، ومناديل مثلثات. حلوه المناديل المثلثات. اوكي اول وجبه هنجربها النهارده كونتري فرايد تشيكن. ده عباره عن فرايد تشيكن بس عليها ايه بقى؟ عليها صوص بالخضار والموتزاريلا اللي هو صوص ايطالي زي الصوص اللي بيتحط على البيتزا، صوص شبه فعلا بتاع البيتزا. طبعا ده سعره كام؟ 225 جنيه. ده كطبق رئيسي بيتقدم معاه 2 سايد، 2 اطباق جانبيه. بنختار من ايه بقى؟ يا اما مكرونه ريد صوص او مكرونه وايت صوص بالمشروم او بومفريت او خضار سوتيه. فانا اخترت مكرونه وايت صوص بالمشروم ومعاها بومفريت يعني بومفريت. تعالوا كده نجرب بس البطاطس في السريع. بومفريت فعلا مليانه، بومفريت فعلا حلوه قوي قوي. البطاطس حلوه جدا. دي قطعه فرايد تشيكن على بعضها، هي مقطوعه من النص اهي، بس عارفين شكلها غريبه يا جماعه. بصوا ده بتمط الموتزاريلا اهو، بس طبعا مش قوي عشان هي بردت. بصوا شكلها عامله ازاي. فكرة فرايد تشيكن وعليها صوص اللي هو زي بتاع البيتزا ده غريبة. لا والفراخ حلوة، فراخ. بصوا الألياف عاملة ازاي يا جماعة. طعم الفراخ لما بتبقى فراخ وفريش بقى وحاجة، لا حاجة تانية خالص يا جماعة. تعالوا نجرب المكرونة الوايت صوص. دي مكرونة بنة، بس في حاجة أنا فكرت إن هي وايت صوص بالمشروم. لا طب استنوا كده، لا بالمشروم فعلا، لا فيها قطع مشروم. يعني هي مكرونة وايت صوص وفيها قطع مشروم كمان. عسل أوي. المكرونة البنة دي بالذات يا جماعة أنا بحبها أوي. لا شديدة والدجاج فكرته جامدة أوي، بس هو ما بيقرمش للأسف. غالبا ممكن يكون عشان برد، أو ممكن يكون الطريقة عشان الصوصات الكتير ديت ممكن تكون بتخليه مش مقرمش يعني. أنا مش عارف بالظبط السبب، بس هي عامة وجبة جميلة. بصوا دي كمان. واو. لا واو بجد. لا حكاية وهم. وعليها كمان شيدر. لا بجد صايعة قوي الوجبة دي. الوجبة التانية بقى يا جماعة برضه شوية مناديل وشوك وحاجات. دي اسمها تشيكن ليمون صوص. تشيكن ليمون صوص بتبقى صدور دجاج مشوي. الاوليه كانت صدور دجاج فرايد مع صوص الكانتري المميز، انما دي بقى اللي هي تشيكن ليمون صوص صدور دجاج مشوي مع صوص الليمون الخاص بنا. هم كاتبين كده في المهم يعني يا جماعه حاولوا اشوفها بسرعه لان دي بالذات هتبوظ. بصوا زي ما انتم شايفين فراخ اهي وعليها صوص ليمون، وعليها ليمون اصلا، الليمون نفسه كمان موجود اهو. ده بكام بقى دوت؟ ب 220 جنيه. اخترت معاه بقى السايد ديشز الباستا ريد صوص
وخضار سوتيه. خضار سوتيه قلت لهم ايه خضار سوتيه ده اصلا، ده عباره عن ايه يعني؟ قالوا لي خضار مسلوق. بس عايز اقول ملحوظه ان المكرونه اللي هي المكرونه المشروم اللي كانت في التاني حسيت ان ما فيهاش مشروم كتير يعني. يعني فيها بس مش كتير قوي. هي يعني هي اللي غالب عليها اكتر ان هي مكرونه وايت صوص وشويه قطع مشروم كده. ده بقى الخضار سوتيه. اوف ده شكله غريب. ايه ده؟ وفي مشروم بردك. اوف شكله صايع قوي قوي. انا قصدت اعمل كده ليه؟ عشان ابقى جربت كل السايد ديشز اللي عندهم. تمام. لا مش كل السايد ديشز، انا ما اعرفش في المنيو ممكن يكون في سايد ديشز تانية، بس قصدي السايد ديشز اللي مع الوجبات دي. تعالوا نجرب الاول التشيكن ليمون صوص، نشوف هل يعني طعمها حلو ولا لا. لان المفروض ان الليمون يا جماعه مع الدجاج هيخليه لاذع. بصوا دي ايه ده؟ طلع لها جناحات. صدقوا بايه؟ حلوه. هو الليمون مخليها لذعه شويه بس جميله يعني، لذعه مش قوي. ايه ده؟ بصوا قطعه الصدر دي كبيره. طب احكي لكم بقى الموقف اللي حصل اللي انتوا اكيد اصلا داخلين الفيديو عشانه. بصوا يا جماعه، انا سالتهم الاوردر هيوصل في قد ايه؟ ايوه والله احنا بنخلص الاوردر من 30 ل 45 دقيقه او من 30 ل 40 دقيقه كده، بنسلم الاوردر في الفتره دي. وبعد كده على بال ما الدليفري مثلا يوصله لك يعني 10 دقائق كمان مثلا، فالاوردر كله بالتوصيل هيوصلك مثلا من 40 ل 50 دقيقه. فكوكوا يا جدعان من 40 ل 50 دقيقه، هنقول ساعه. تمام هنقول ساعه. الاوردر تخيلوا وصلني في كام؟ تخيلوا الاوردر وصلني في كام؟ اتفاجئت بتاع الدليفري بيتصل بيا بعد ساعة ونص من ساعة ما طلبت الاوردر. بيتصل بيا مش ساعة ونص وصل لي الاوردر، لا ده ساعة ونص بيتصل بيا. تمام عشان يعرف المكان بالظبط. ثواني بس يا جماعة ندوق كده شوية وايه. بس بجد حلوة. الفكرة غريبة. انا كنت متخيل هيبقى لاذع قوي قوي قوي، لا يعني هو متضاف له حاجات تانية مش صوص ليمون بس، فعشان كده مهدي اللذعه الجامده بتاعت الليمون. انا مش عارف الصوص الوايت ده ممكن يكون صوص مشروم او حاجه، ومعاه مع صوص الليمون عامل لي شغل جامد. تعالوا كده ندوق الحته الكبيره دي. لا بجد الدجاج جامد قوي. المهم الكريم بتاع الدليفري بيتصل بيا بعد ساعة ونص من لما طلبت الاوردر ومش وصل، لا ده بيكلمني وهو من مكان قريب من البيت، بيقول لي العنوان فين بالظبط بقى عشان ايه اجي لك. فانا قلت له العنوان، انا توقعت مثلا بالكتير، هو كان قريب من البيت فعلا، فانا توقعت بالكتير و5 دقايق بعدها ويوصل. اتفاجئ لك اني بعدها بربع ساعة كاملة ما كانش لسه وصل. اتصلت بالمطعم قلت لهم الله هو ايه الدليفري طالع من عندكم من امتى وايه كل دوت يعني لغايه دلوقتي ما وصلش، هو ده شركة توصيل ولا ده دليفري تبعكم؟ قال لي لا احنا ما عندناش دليفري خاص بالمطعم، احنا بنتعامل مع شركة توصيل. فقلت له طب ما وصلش كل ده بيعمل ايه؟ قال لي والله هم عاملين لنا مشاكل كتير وكل شويه نغير شركه. فقلت له طب ماشي انا ما يعني لغايه دلوقتي الاكل ما وصلش. قال لي طب خلاص احنا هنكلمه وهن ايه. المهم استنيت 5 دقايق كمان، اتصلت تاني قالوا لي ده احنا كلمنا الشركه وقالوا لنا ان المفروض ان هو عندك. قلت لهم ما جاليش صدقوني ما جاليش. اتفاجئت بعدها ب5 دقايق كمان واحد تاني بقى خالص اللي بيتصل بيا، فاستغربت قلت له الله هو انت اللي كلمتني من شويه؟ قال لي لا ده انا مندوب تاني لان للاسف الاولاني عطل الموتوسيكل عطل بيه، فانا هاجي لك انا يعني بداله. قلت له العنوان وقال لي خلاص انا جاي لك على طول اهي. وصل بعدها كمان ب5 دقايق، يعني الاوردر من ساعه ما طلبته لغايه ما وصل ساعتين يا جماعه، ساعتين بالظبط. بس واضح ان الموضوع ده اتكرر كتير، ان المطعم قال لي احنا كل شويه. بصوا يا جماعه انا في حاجه مستغربها، هو ليه المطاعم ثواني بس يا جماعه ايه ادوق بس الريد صوص. المكرونه عليها صوص جامد قوي كأن عليها كاتشب مثلا او حاجه. ومش كاتشب عادي يعني، حاجه كده مديها مزازه كده جامده. لا يعني حتى الريد صوص حتى جامده جدا يعني. المهم فانا مش فاهم، زمان يا جماعه كانت اغلب المطاعم بيبقى عندها ديليفري خاص بيها، ديليفري للمطعم بس. انما دلوقتي يعني انا مش عارف ليه المطاعم بتشتغل مع شركات توصيل، مش فاهم.
بقى في شركات انا شفت مره صاحب مطعم على الفيس كاتب شركات التوصيل بقت حاجه سيئه جدا، وكل شركات التوصيل اللي بشتغل معاها بتاخر الاوردرات صاحب مطعم نفسه بيشتكي. انا مش فاهم ليه المطاعم بقت بتتعامل مع شركات توصيل. مشكله شركات التوصيل ايه يا جماعه؟ ان انت مش بتوصل اوردر، انت مش بتوصل طلبات المطعم ده بس، لا انت ممكن وانت مثلا راح توصل الاوردر خاص بالمطعم دوت يتصل بيك مطعم تاني يقول لك تعالى وصل لي اوردر. فالله اعلم بقى، انا مش عارف بقى ايه اللي بيحصل. ممكن يكون مثلا بيسيب الاوردر اللي معاه ويروح ياخد اوردر تاني ويوصل ده الاول، ما اعرفش بقى بيعملوا ايه بصراحه يعني انا مش عارف. بس فعلا شركات التوصيل يعني تخيل الدليفري الواحد بيبقى ماشي باوردرات من كذا مطعم مختلفين، ومش مطاعم بس، ساعات كمان وصيدليات وحاجات. عشان كده المشاكل كترت يا جماعه من ساعه ما المطاعم بدات تتعامل مع شركات التوصيل، والمشاكل كترت والتاخير كتر. شوف الاكل جاي لي بارد، الاكل جاي لي بارد خالص. انا مش فاهم، هل المطاعم بتوفر وما بتشغلش دليفري عندهم عشان ما يدولهمش مرتبات؟ طب ما انت طبعا للاسف بارده جدا برضه، فعشان كده التجربه مش ايه، رغم ان الاكله ممتعه وحلوه بس برودة الاكل بتبوظ الاستمتاع. لا بس بجد حلو التشيكن ليمون صوص، جامد جامد بجد. نجرب بقى الخضار سوتيه. ده عباره عن ايه؟ ده عباره ايه ده؟ الخيار. شوف انا بكره الخيار بس وهو مسلوق حاجه ثانيه خالص، احساس تاني خالص. مش عارف ده خيار ولا قته، هو شكله قته مش خيار. وجزر مسلوق. وايه ده؟ ده ايه ده؟ حاجه تتاكل ده ولا ايه؟ ايه ده يا جماعه؟ لا وعلى كده التوصيل مش رخيص يعني، ده ب 20 جنيه. فانا مش فاهم يا جماعه المشاكل دي بجد. انا ملاحظ ان مطاعم كتير بقت بتعاني من ساعه ما بداوا يتعاملوا مع شركات التوصيل، ومش قادر اشوف سبب منطقي يخلي المطاعم ما يبقاش عندها دليفري خاص بيها. اذا الخضار السوتيه ده بجد فكره صايعه. هو عباره عن خيار وجزر ومشروم، بس معرفش ليه يعني حاطين 3 انواع بس. ده لو كان بقى كمان في طماطم و يعني كانت تبقى بقى ايه. بجد حلوه قوي فكره الخضار سوتيه ديت، وحاجه مفيده. خضار مسلوق عامل زي شوربه الخضار كده مثلا، وفي مشروم كتير مش زي المكرونه، لا ده مشروم كتير بقى. رغم ان التاخير كان من الدليفري، بس انا شايف ان دي في وش المطعم. شايف ان دي في وش المطعم. هو الدليفري بيجيبوا المرتب بتاعه منين؟ ما انت من التوصيل اللي بتضيفه على الاكل. بس كده يا جماعه الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوا فيديو جديد.